اهلا بيكم. فيديو النهاردة عن الكبدة بالكلاوي. كل عشاق الكبدة بالكلاوي يجمعوا هنا في الفيديو وصفة ولا اسهل. معانا اول حاجة حتة دهن. انا بحب لما اعمل الكبدة بالكلاوي اعملها بحتة دهنة كده اشوحها، بتبقى احسن بكتير والذ واطعم من اني احط اي مادة دهنية تانية. هسيبها كده على نار هادية خالص لحد ما تسيح خالص وتنزل لي الدهن بتاعها. هبتدي احط الكلاوي الاول لان الكلاوي بتاخد نار عن الكبده. هقلبها تقلبتين 3 كده وهي من نفسها هتنزل الميه بتاعتها وهتستوي فيها زي ما احنا ما شايفين في الفيديو. هقلب فيها لحد ما الميه بتاعتها دي كلها تنشف، وهبتدي برضو اروح حاطه بصلتين كبار مع قرن فلفل حامي كده، وهقلبهم برضو كويس مع بعض. واول ما الكلاوي تستوي هبدا احط الكبده، لان الكبده ما بتاخدش اي سوا خالص، ما بتاخدش اي يا دوب غلوتين وهتبقى زي الفل. لو زودناها عن كده بتبقى ناشفه وما بتبقاش حلوه. هقلبها كويس لحد ما لونها كله يتغير والميه بتاعتها برضو هتنزل، وهبتدي احط التوابل بتاعتي. معايا ملح ومعايا فلفل اسود وحبه صغيرين كده من ال7 بهارات، مفيش اي توابل تانية خالص. هقلبهم كويس ويا دوبك زي ما قلنا قبل كده ان الكبده ما بتاخدش سوا، يا دوبك هي غلوه او غلوتين، مفيش اكتر من كده. انا بقى هنا هنزل لكم الفيديو دوت. دي هريسه انا عاملاها عباره عن فلفل احمر حامي مع توم وشويه ملح، وهقول لكم الخواص علشان نحتفظ بالثوم ازاي من غير ما يبقى مضر في الفيديو ان شاء الله. ما تنسوش بقى تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد وكل ما هو مفيد وسهل.